ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا. النهارده حلقه مميزه جدا، حلقه الرد على الاسئله النسائيه الحاره. زي ما عودتكم ان انا كل فتره بطلع ارد على شويه اسئله نسائيه من اليوتيوب والتليجرام، بس النهارده حلقه مميزه جدا جدا. الرد على الاسئله النسائيه الشطه نار. نبدا باول سؤال. ايه اكتر حاجة بتخاف منها الست في العلاقة الزوجية؟ الفشل. اي ست مننا بتخاف من الفشل، بتخاف ان زوجها يطلع يبص بره او يقول لها ان انت مش مكفياني، او انت مش ست، او انت مثلا مش قادرة تديني كل احتياجاتي. فهي الفشل. اي ست مننا بتبقى محتاجة زوجها يقوم من عليها، يعني يزغرط. بتبقى محتاجة الزغرطة. فأي ست مننا، يعني انت اذا كنتي قوية او مش قوية والراجل قايم، بتبقي مبسوطة كده وهو قايم فرحان ومبسوط ان انت اديتيله كل احتياجاته، او ان هو اتبسط. فان انت تفشلي، او ان هو يقولك انت مش قادرة تديني احتياجاتي، او انت ست فاشلة، او يقوم مش مبسوط ومخنوق ويقوم بقى يشرب سجاير ويخبط في الحيطة وبتاع، فدي اصعب حاجة الست بتتعرض لها، اللي هي الفشل. السؤال التاني. ايه اكتر حاجة بتثير الرجل للست؟ بتخلي يعني الراجل يثار من ناحية الست. المؤخرة. المؤخرة هي دي الحاجة اللي بتجيب الراجل. مهما كنت انت بيحبك، انت فيك اللي مش في حد تديله احتياجاته كلها، الحاجة اللي بتثيره بتخليه يجري عليك اي واحدة مش انت بس، هي المؤخرة. اي مؤخرة الراجل بيجري عليها كده زي الهبل. اي مؤخرة وخلاص، ان شاء الله حتى لو ذكر بط هيجري وراها. السؤال رقم 3. هل الست بتحب الراجل الرومانسي اكتر او الراجل الجريء اكتر؟ الجريء. الراجل الجريء. في ست متحبش الجريء، اللي هو الكوميدي والجريء واللي بيسأل واللي بيعمل واللي بيحرك مشاعرها واللي بيطلع احسن حاجة عندها، واللي بيخليها هي ذات نفسها تطلع كل حاجة عندها من غير كسوف، من غير خجل، من غير ان هي مثلا تبقى محرجة منه. الراجل الجريء اللي يديك الصلاحية ان انت تعملي كل حاجة. الراجل الجريء. يحب الراجل الجريء اللي بيسأل، اللي بيدور، اللي لا، بيحب الراجل الجريء. مفيش حد بيحب الرومانسي. يعني انا عن نفسي لو قلت لي الرومانسي او الجريء، لا، احب الراجل اللي يبقى شامل في كل حاجة، رومانسي وجريء وبيتكلم وبيضحك وبيعرف يظبط الست وبيعرف يتكلم وبيعرف يعمل كل حاجة. فلا، الراجل الجريء اكتر. السؤال الرابع. ايه الحاجات اللي بتخلي الزوج يغضب من زوجته؟ الغضب عموما، الراجل ما بيغضبش غير من حاجتين، او يمكن اكتر حاجتين اللي الزوج بيغضب منهم. العلاقة، ان انت دايما عيانة ودايما رافضة العلاقة معاه، وان انت دايما صوتك عالي وبتطلعي اسرارك بره. يعني الست كده اللي هي دايما صوتها عالي دي، دايما تلاقي اسرار البيت طالعه بره، لان الناس بيجوا في ايه وما فيش ايه، فبتفضل تحكي. فدايما بيتضايق جدا جدا من الست اللي صوتها عالي وبتطلع اسرار البيت بره. ما هو ان انتي صوتك عالي، فالناس بتسمع انتي ايه داير في بيتك جوه. اصل حد ممكن يقول لي ايه جاب دي؟ لا، ان الصوت العالي الناس بره في الجيران بيقعدوا يسمعوا، فيعرفوا مشاكل بيتك ايه.
او ان انت مش مديله حقوقه الزوجية، او بتتلككي او بتتحججي انا مش قادرة بكرة بعده. الحاجتين دول اكتر حاجتين اي راجل في الدنيا بيتضايق منهم، الاهمال في العلاقة والصوت العالي اللي بيخلي الجيران يعرفوا مشاكل البيت ايه. السؤال الخامس، هل ايه هو هل النساء الرغبة في سن اليأس؟ مش فاهمة ايه، مش فاهمة السؤال بليز اللي بعته. بصوا انا هرد، هل ترفض النساء الرغبة في سن اليأس؟ هو انا ممكن اقراها كده تمام، هو انا مش فاهمة انت كاتب ايه، بس عموما تمام. هل ترفض النساء الرغبة في سن اليأس؟ لو هو ده السؤال، ده قصدك في السؤال، هل ترفض النساء الرغبة في سن اليأس؟ لا، ما بترفضش ولا حاجة خالص، ده بالعكس بتبقى جامدة جدا جدا جدا، وبتبقى محتاجة جدا. يعني انت بتحاول ان هي تحسس نفسها ان هي لسه مرغوب فيها، وان هي ست، وان هي بتصير اي راجل، وان هي لسه انثى. فلا، بيبقى عندها نفس الشغف ونفس الرغبة ونفس كل حاجة. فما فيش واحدة خالص، ده بالعكس، اي واحدة بتبقى دخلت على سن اليأس بتحاول تثبت لنفسها ان هي لسه ست. لان في ناس كتير تقولك سن اليأس يعني خلاص، لا 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 خالص، لا، ما بترفضش، بالعكس ده بتبقى اقوى من الاول. او انا اللي شفتهم قدام عيني كانوا اقوى من الاول. ومرة كان في حد اعرفه يعني انقطعت الظروف الشهرية وخلاص عندها سن اليأس يعني وكده، فلقيتها لابسة قميص وحاطة ريحة والدنيا معاها زي الفل خالص. فبقول لها يعني هل انت يعني بعدها بتحس عادي ان انت فعلا مفيش اي حاجة؟ قالت لي بالعكس، ده انا حسيت دلوقتي ان انا مثيرة اكتر من الاول، وعايزة اثبت لنفسي ان انا يعني بجيب الراجل اكتر، وعايزة اثبت للراجل ان انا مفيش حاجة اتغيرت فيا وان انا ست كاملة. فهي بيبقى عندها حتة كده نقص شوية ان هي ست زي اي ست، ست زي اي ست. بالعكس، ده بتعمل اكتر بتعمل اكتر، بتعمل كل حاجة. السؤال السادس هو رقم 6، هو اصل الراجل ست من البداية؟ لا دي انت عايز عالم فيه. لا والله ما اعرفش، ده سؤال ايه ده نظري ولا عملي؟ طيب فيزياء ولا كيمياء؟ لا ما اعرفش، هو اصل الراجل ست من البداية؟ لا والله ما اعرفش، لا وحياة ربنا ما اعرفش، اول مرة اسمعه هو انا اللي اعرفه ان البني ادم اصله قرد انما انما اصله ست ما اعرفوش. انا اعرف ان البني ادم اصله قرد، انما ست دي جديدة عليا ما اعرفوش والله. فممكن تسأل فيها بتوع الفيزياء والاحياء والحاجات دي، انا والله ما اعرفش عنها يعني ما اعرفش بجد. السؤال رقم 7، هل الراجل يحب تجربة العلاقة مع اكتر من ست؟ طبعا طبعا. الراجل بطبعه مزواج، وبطبعه بتاع نسوان، وبطبعه عينه زايغة، بيحب يجرب وبيحب يشوف الانواع ويحب يستطعم
الكريز ولا الفراولة ولا المانجا لا بيحب، ده بيحب وحب ونص. ده عينه مرسوم فيها نسوان، قلبه فيه نسوان، عقله فيه نسوان. يعني لا، الراجل ده بيحب يدوق ويستطعم ويشوف اي طعم احلى واحلى، وكل ما يدوق طعم عايز طعم اكتر. لا الراجل طبعا، ما هفهمك يعني اكتر منك الراجل. السؤال الثامن: ايه اجمل شيء في الزواج؟ طب ارد من الناحية العلمية ولا من الناحية الرومانسية ولا من ناحية من ناحية ايه؟ طيب احلى حاجة في الزواج، احلى حاجة في الزواج، بص هو الزواج فيه حاجات كتير قوي، بس انا كمان من وجهة نظري احلى حاجة في الزواج الطفل. والله العظيم بيعوضك عن اي حاجة، عن غياب الزوج، عن اهمال الزوج، عن تعب اي حاجة في اليوم بتحصل. بيعوضك عن كل حاجة، بيخليك تشتغل وانت راضي علشان تجيب له اللي هو عايزه. بيخليك تبقى بتستحمل حاجات انت مش قادر تستحملها علشان خاطره. يعني عايز تجيب حاجة من السما عشانه، بيخلي ايامك حلوة، وعايز تصحى كل يوم بنشاط وحيوية علشان تشوف هو طلباته ايه. فاحلى حاجة في الدنيا الاطفال طبعا. ربنا يدي كل عايز يا رب. السؤال التاسع: فوائد الجماع. بتقلل التوتر، بتعتبرها ان هي رياضة. يعني احنا بنعتبر ان الجماع ده من انواع الرياضة. يعني والله ما انت بتعمل رياضة، صح ولا ايه؟ مش بتعمل رياضة؟ بيخفف عنك التوتر، صح ولا ايه؟ ايه تاني؟ بيعزز صحة الدماغ، بيخلي دماغك صاحية طول الوقت، بيحسن الدورة الدموية، بيخلي القلب يشتغل بصحة ونشاط. عايز ايه تاني؟ بيعمل يعني كل حاجة، بيعمل عازل كده بينك وبين الأمراض، بيخلي الأمراض بينك وبينها عازل. ايه تاني؟ انا كده خلصت؟ لا كده ما خلصتش، كده خلصت. انا هقول استنوا في اسئلة. استنوا، في هنا حد قال لي سؤال. السؤال رقم 10: ازاي اعرف ان جوزي مبسوط معايا في العلاقة؟ بيبان عليه. يعني الزوج بيبان عليه اذا كان مبسوط في العلاقة ولا لا. لما بيقوم ياخدك في حضنه ويبوسك ويقولك شكرا، لما بيقوم مبسوط وسعيد بيعملك كل طلباتك، لما بتلاقيه السعادة مالية قلبه، لما بتلاقيه مش بيخبط ويرزع ويشتم ويعمل وبيبقى باين عليه. الراجل اللي مش مبسوط في العلاقة بتلاقيه بيقعد يخبط في اي حاجة، بيفضل ينفخ. كان يوم اسود يوم معرفتك، جراتك القرف، انت وليه مقرفة، انت يطلع فيك القطط الفطسة. فمعنى ان هو ما قالش الحاجات دي وتمام وقعد مبسوط وحسيت الفرحة على قلبه وعقله وفي عيونه، يبقى انت كده ماشية صح. يبقى انت كده مداله كل حاجة سليمة وتمام. بس فهو الراجل بيبان عليه اثناء العلاقة هل هو مبسوط ولا مش مبسوط. فاحنا مش محتاجين فيزياء يعني ولا حاجة، مش محتاجين. بيبان اثناء العلاقة اتبسط ولا مبسطش. بيبان. خلصت.
أسئلة النهاردة. أي حد عنده سؤال يبعتلي، أي حد بعتلي وما ردتش عليه يبعت السؤال بصيغة تانية، ممكن أكون مش عارفة أرد على السؤال عشان مش عارفة أفهمه. ما تنساش